بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. الفترة اللي فاتت انا كنت قلت هاخد اجازة في رمضان، ولكن اللي شفته في ماتش الاهلي والهلال امبارح قلت لا لازم اتكلم. فعلا النادي الاهلي نادي عظيم، وفعلا جمهوره ده حماه. يعني امبارح اللي يتفرج على ماتش الاهلي والهلال قبل الماتش، يعني خلي بالكوا قبل الماتش خالص، الجمهور شكله في الملعب يخوف. يعني الله يكون في عون لعيبه الهلال. لما نزلوا الملعب وجمهور الاهلي، يعني امبارح 70 80 الف متفرج في استاد القاهره، حاجه عظيمه جدا، حاجه عظيمه جدا. وتنظيم في نظام في التشجيع وضغط كبير جدا على اي فريق هيجي يلعب قدام الاهلي في الاجواء دي هيخسر. انا مش هتكلم بقى على فنيات لعيبه الاهلي والروح والكلام ده، هتكلم الاول على جمهور الاهلي. امبارح جمهور الاهلي يعني ادى مثل ازاي اقف ورا فرقتك، حاجه رائعه. جمهور تشجيع غير طبيعي، شكل الجمهور وبالتيشيرت الاحمر واللون الاحمر والمدرجات يرعب يرعب. خلي بالكم احنا لو ترجعوا بالكلام كده معايا، لما الهلال ضيعت ضربه الجزاء قدام سان داونز، وقلت ان يعني وعرفنا ان خلاص موقف الاهلي هيتحدد من ماتش الهلال، كلنا عرفنا وكلنا يعني اتاكدنا ان الاهلي هيصعد من استاد القاهره. ويمكن عايز اقول لكم والله العظيم، يعني بالحلفان او من غير حلفان، انا كنت متاكد من قبل الماتش ان الاهلي هيكسب 3-0، ان الاهلي هيكسب 3-0 متاكد. يعني يمكن كتير من الاهلاويه وكتير من المصريين عارفين الاهلي في المواقف دي. فاللي انا شفته امبارح قبل بقى ما نتكلم في الكوره، الجمهور حاجه فظيعه، حاجه رائعه. يكسب لو يعني مع احترامي لو فرقه صغيره بتلعب بالجمهور ده هتكسب. الجمهور امبارح حاجه مرعبه. لعيبه الهلال السوداني انا اعتقد ان هم اتغلبوا قبل ما يلعبوا. هو الهلال السوداني اتغلب لما عرف ان جمهور الاهلي هيكون موجود 60 70 الف متفرج. وبصراحه لازم نشكر وزاره الداخليه والدوله المصريه والمسؤولين ان هم وافقوا على حضور الجماهير، ويا رب تبقى دي عاده دايما في كل ماتشات الزمالك والاهلي والمنتخب والفرق المصريه. فبدايه كده يعني في الكلام، الجمهور امبارح رقم واحد في فوز النادي الاهلي على الهلال السوداني. شكل المدرجات يفرح، يمكن بيفكروني باجواء مباراه مصر والجزائر في تصفيات كاس العالم في 2009. المباراه اللي احنا كسبناها 2-0 كان نفس الستايل كده بالظبط، ونفس الجماهير بس جمهور الاهلي حاجه عظيمه جدا. وانا مش بجامل، انا بقول اللي انا شفته. وانا كقاعد، انا راجل زملكاوي وقاعد قدام التلفزيون امبارح بتفرج وشفت الجمهور ده، جسمي اشعر وقلت ان الجمهور ده مش هيروح زعلان. انه فعلا الناس امبارح كلها اتحدت، والجماهير كانت رائعه جدا مع الاهلي امام الهلال السوداني. نيجي بقى لرقم 2، يعني قلت الجمهور والشكل اللي انا شفته ده رقم 1 في مكسب الاهلي. رقم 2، الاهلي امبارح لعب مباراه عالميه. يعني انتوا عارفين لما تكون قاعد كده قدام التلفزيون وقاعد بتتفرج على الماتش وعارف السيناريو اللي هيحصل. يعني انا متاكد ان الاهلي هيكسب 3-0، وان الاهلي هيمسك الهلال مش هيطلعه من نص الملعب وهيعملوا جيم كبير. الاهلي امبارح عمل جيم كبير جدا، وهتكلم في 3 حاجات تخص لعيبه الاهلي: الروح القتاليه والتركيز، وازاي انا نازل الملعب عارف انا هعمل ايه. امبارح كان في روح قتاليه غير طبيعيه للعيبه النادي الاهلي، وتركيز شديد جدا. وحتى في الضغط كان ضغط قوي جدا على لعيبه الهلال في نص الملعب. الهلال مش قادر يخرج بالكوره. التشكيل امبارح كان مميز جدا بصراحه من مستر كولر، عمل تشكيله وطريقه لعب قويه جدا. امبارح لو اتكلمنا عن الفرقه بقى طوال ال 90 دقيقه، الاهلي وصل للمرمى امبارح 7-8 مرات غير الاهداف. يعني الاهلي كان ممكن يكسب بسكور كبير جدا. حتى التغييرات وتوقيت التغييرات ومين اللي خارج ومين اللي نازل، كان بصراحه كولر امبارح والجهاز الفني للنادي الاهلي موفقين جدا جدا جدا. روح لعيبه الاهلي في الملعب من الدقيقه الاولى بتخليك انت كقاعد قدام التلفزيون ولا قاعد في المدرجات حاسس ان فعلا الاهلي هيكسب. يعني روح لعيبه الاهلي والشكل اللي انا شفته امبارح تطمن ان لعيبه الاهلي وان الاهلي هيصعد. واحنا كنا زي ما قلت لكم عارفين من ساعه
ما الهلال ضيع ضربه الجزاء في ماتش سان داونز، وانا قلت خلاص الاهلي هيصعد من مصر وممكن ياخد البطوله كمان. يعني بنسبه كبيره الاهلي في الادوار الاقصائيه بيبقى بشكل تاني وتركيز تاني خالص. فالاهلي امبارح عمل اداء جميل جدا. خط الدفاع امبارح محمد عبد المنعم وربيعه ومحمد هاني وعلي معلول امان. امبارح كان في 3 سوبر في النادي الاهلي، رغم ان كل اللعيبه هايلين بس كان في 3 سوبر في النادي الاهلي. رقم 1 كهربا اللي جاب جون عالمي امبارح، جون من الاجوان بتاعت زمان كده، بتاعت كابتن محمود الخطيب وبتاعت كابتن حسن شحاته والحاجات الجامده جدا. طلع خد الكوره من فوق وعدى من الراجل وراح راكنها في الزاويه البعيده. جون عالمي، جون عالمي. وده فتح السكه للنادي الاهلي انه يجيب جون بدري، وفتح السكه وبقى النادي الاهلي ثقه اللعيبه زادت. زي ما قلت لكم جون كهربا من الاجوان الحلوه قوي في ماتش صعب جدا. وكهربا اثبت انه فعلا لعيب مهم جدا جدا في الاهلي وفي منتخب مصر بعد كده، بعد المستوى المميز اللي بيأديه كهربا في الفتره الحاليه. رقم 2 مروان عطيه امبارح في نص الملعب، كان حاجه جميله جدا جميله جدا. مروان عطيه امبارح عمل اسيست في جونين وشعلة نشاط في الملعب، بيقطع وبيسلم وبيجري يعني فعلا انا بقول اهو ما كنتش متخيل ان مروان عطيه هيبقى كده قبل ما يجي من نادي الاتحاد السكندري. قلت الاهلي بيجيبه، قلت يعني لعيب هيبقى موجود في الاهلي، لكن مروان عطيه اثبت في الفتره الصغيره دي مع النادي الاهلي من ساعه انتقاله من الاتحاد الى النادي الاهلي انه لعيب مهم جدا. وانا شايف بالمستوى اللي هو بيعمله ده هيبقى رقم 1 في منتخب مصر وفي النادي الاهلي في الحته دي، رقم 6 او رقم 8 في نص الملعب. امبارح مروان يعني مفيش اخطاء خالص، بيضغط بقوه، بيجري كتير جدا وبيجري جري ايجابي وبيضغط ضغط ايجابي، قاطع كل الكور طالعه من رجله سليمه، بيعمل كمان الحته الهجوميه والسروهات والتمريرات بتاعته بشكل مميز جدا. فلعيب هايل، وفعلا بالمستوى اللي انا شفته لمروان عطيه هيبقى رقم 1 في مصر في الحته دي خلال الفتره القادمه. طبعا عمرو السوليه هايل، عبد القادر وقفشه اللي اشتغلوا في الشوط الاول هايلين، كهربا عالمي. تغييره حسين الشحات لما نزل حسين الشحات بيمر باحلى فترات حياته الفتره اللي فاتت. حسين في كل الماتشات مؤثر جدا. امبارح نزل جاب جونين من احلى الاهداف اللي فيهم مهاره عاليه وفيهم تحرك وفيهم تسديد وقدره ان هو ازاي يعدي. يعني الجون الثاني بتاع النادي الاهلي اللي جابه حسين جون حلو قوي. الجون الثالث كمان احلى، الجون الثالث كمان احلى، انه استلم الكوره اتعملت له عكسيه من ناحيه اليمين، هو كان ناحيه الشمال على الزاويه البعيده، وقف الكوره وهوش ونيم الناس وحط الجون الثالث. حاجه رائعه جدا. فحسين الشحات كان تغييره مؤثره جدا، وحسين خلص الماتش. يعني حسين نزل في الدقيقه حاجه و60 لعب 25 دقيقه، جاب جونين وضيع كورتين. كان يعني تغييره رائعه وخلصت للنادي الاهلي المباراه. ان كان طبعا كلنا قلقانين ان الهلال يجيب جون كده ولا حاجه، ولكن النادي الاهلي الهدف الثالث هدف حسين خلص القصه تماما. وكان زي ما قلت لكم انا كنت قاعد بعد ما شفت الجمهور وبعد ما شفت روح لعيبه النادي الاهلي، هو ده الاهلي اللي انا اعرفه. يعني شوفوا الاهلي اتغلب السنه دي 5-1 من سان داونز، ومش عارف اتغلب من الهلال في السنه، لكن امبارح الاهلي نادي عظيم. انا مش بجامل والله، انتوا عارفين يعني الناس تقول يا كريم انت بتقعد، لا انا مش بجامل، انا بتكلم. الاهلي لما بيكون عايز يعمل حاجه بيعملها. امبارح كل حاجه كانت حلوه، كان يوم حلو قوي، ويوم رجعنا للايام الجميله بتاعه الجماهير. وزي ما قلت لكم الجماهير امبارح يعني الواحد قاعد، انا مش اهلاوي بس قاعد جسمي اشعر وانا بتفرج وبشوف الجماهير وبشوف التشجيع. ففعلا مقوله الاهلي ده نادي عظيم وجمهوره ده حماه، المقوله دي فعلا مظبوطه وصحيحه 100%. مبروك للاهلي، عنده مواجهه صعبه الفتره اللي جايه مع الترجي التونسي في دور الثمانيه، لكن خلاص ما تخافش على الاهلي. يعني اللي انا شفته امبارح ده ما تخافش على الاهلي، والاهلي كمان بيجيد اللعب امام الترجي في تونس. يعني صعوبه المباراه اللي جايه او الدور اللي جاي في دوري ابطال افريقيا ان المباراه الثانيه هتكون في تونس، لكن الاهلي دايما قدام الترجي في تونس بيجيد بشكل كويس جدا. اتمنى ان الاهلي يكمل بالشكل ده في البطوله، ان لو كمل بالشكل ده والجماهير دي تكون موجوده في كل الماتشات ان شاء الله الاهلي هياخد البطوله. بشكر كمان جماهير الاهلي على الاحترام امبارح، ان ما حدش تعرض لفريق الهلال السوداني، رغم ان هم افتعلوا مشكله بعد المباراه والكلام ده عند اوضه اللبس، لكن
الاهلي ادى درس لنادي الهلال مع احترامي ليهم الاشقائنا في الكوره في الملعب، وخلص القصه في الملعب، يعني مفيش حجه. الاهلي امبارح كان رائع جدا جدا جدا. فقلت بقى لا لازم اتكلم، رغم ان انا واخد اجازه كده في رمضان، قلت لا لازم اتكلم ان فعلا انا عجبني جدا النادي الاهلي، وعجبني اللعيبه، وعجبني الجهاز الفني، وعجبني الجمهور. رقم واحد كان يوم حلو قوي، وان شاء الله البطوله دي تكون اهلاويه باذن الله. وزي ما احنا متفقين دايما فريق مصري موجود في البطوله كلنا بنشجعه بقى، اهلاوي زملكاوي. على فكره كان في زملكاويه كتير امبارح بيشجعوا الاهلي، وفي زملكاويه ما بيشجعوش الاهلي او بيشجعوا الهلال السوداني، لكن معظم الناس امبارح كانت بتشجع الاهلي. وفعلا الاهلي يستحق امبارح، ومبروك للاهلي، وحاجه مشرفه وحاجه جميله جدا لمصر النادي الاهلي امبارح، والفوز الكبير على الهلال السوداني.